الخير. صباح النور. استاذه هبه. ايوه. هبه 24 سنه مظبوط؟ تشتغلي مذيعه؟ هبه انا مدير من برنامج الاستاذ جورج قداح، بدي دعوه حضور البرنامج. اوكي. قولي لي قبلتي الدعوه؟ اوكي اكيد قبلت الدعوه. ان شاء الله. استاذ جورج، هبه قبلت دعوتك واحنا في انتظارها ان شاء الله. شكرا. باي باي. اهلا بهبه، كيفك عيوني؟ كيف صحتك؟ اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. كيف الصحة؟ والله الحمد لله. زميلة هبة مذيعة، وين مذيعة؟ عملي أنا كنت بشتغل بسوريا الغد، وهلا إن شاء الله بالبغدادية. إن شاء الله؟ بالبغدادية. بالبغدادية، أهلا وسهلا فيكي هبة. إلك زمان بتذيعي؟ لا ما كتير، يعني شي سنة. سنة بس؟ مش كتير. بعدي صغيرة. إيه منيح منيح، الله يوفقك. ومبسوطة بهالمهنة؟ أكيد طبعا. أكيد. وعندك معجبين ومعجبات لا هو من دون هالمهنة عندي معجبين على الفيسبوك، على التويتر، شو؟ يب الحمد لله. الحمد لله. شو أخبار الأهل؟ والله تمام بسلام. وين عايشين؟ هون بمصر. بمصر. وأنتم من وين أساساً؟ أنا من سوريا. من أي بلد؟ من أي منطقة؟ زبداني. الشام. من الزبداني، ريف الشام. أهلا وسهلا. طيب يمكن عم تتساءلي انه ليش جيتي لهالاستوديو؟ ليش انا وجهت لك دعوه؟ والله انت قل لي ليش. بدك اقول لك ليش؟ عندي عرض لك. عرض؟ عن جد؟ اشتغل معك؟ تشتغلي معي؟ تشتغلي معي؟ اشتغل معك. هذا العرض اللي بتقدمني اياه. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. ليكي هذا البرنامج مختلف، يعني مش لا برنامج مسابقات ولا برنامج حوارات ولا شيء. هذا البرنامج انساني، له طابع هيك خير. خير. ايه، وانت بتعملي خير. اكيد. بتحاولي، يعني كل واحد منا بس مش مطلوب منك تعملي خير. شلون؟ رح اقول لك شلون. في شخص غيري انا دعاكي، بس دعاكي بواسطتي. تمام. ايه، بدك تعرفي مين دعاكي؟ ايه اكيد بدي اعرف. اكيد. طلعي بهالشاشه. هاي عجبتني. عرفتي؟ ايه اكيد عرفته. بكر. ايه بكر باشا. اهلين. طيب ليكي بكر، هو بكر دعاكي. ايه. وبكر خبرني القصة، بس بحب اسمع أنا روايتك بالأول. إنما قبل ما نحكي سوا بعت لك رسالة بكر. تمام. بدي أقرأ لك إياها. بالرسالة بيقول لك: حبيبتي هبة. هي مثل صافي مسرحيات فيروز. حبيبتي هبة، أنا أعرف أنني أخطأت في حقك. ظننت أنني أملكك لمجرد أني أحبك، لكنني كنت أخاف عليك وأخاف من فقدانك. أنت مذيعة ناجحة، ولو كنت مكان كل من يتعامل معك لأحببتك على الفور. وكيف لا وأنا شخصيا لم أستطع الفرار من هذا الحب. صحيح يا هبة أنك تظنيني كذبت عليك في البداية، لكنني والله سأرسل لأهلي في العراق. بالفعل لو وافقت الآن وسامحتيني ودعينا نبدأ صفحة جديدة. وأرجو أن تقبلي الزواج مني. قلت لك عندي عرض. حسبت منك. وأرجو أن تقبلي الزواج مني، وها أنا أطلب هذا أمام الدنيا كلها. نحن نستحق بداية أخرى، فلا تبخلي علينا بها. وأوعدك أن أصبح مثل ما تريدين، ولكن لا أستطيع أن أعدك بالكف عن حبك. وأنا في انتظار كلمة واحدة منك يا هبة تجددي بها أملي وحياتي. كلمة هي: المسامح كريم. هاي رسالته. متيم الأخ. خبريني شوي عن العلاقة أنت وياه.
في علاقة جدية كانت؟ يعني هو بكر انا تعرفت عليه من خلال شغلي صحيح. وطلب ايدي للزواج. نعم حال حكي. هذا اللي خبرنا يعني. ايه بكل احترام وبخوف الله ايه. ايه بعدين؟ بعدين قلت له اوكي اعطيني فرصه وقت افكر. شرح لي ظروفه انه نعم. اهله موجودين وهيك وظروف كتير انه غير اللي انا بعد هيك اكتشفته بالصدفه يعني. من خلال زملائي انه لا بكر ما اهله مو معه، اهله بكر اصلا يعني كان قبل هيك خبرني يعني طالب بالايد نعم. اكثر يعني اكثر حدا غيري. فانا حسيت انه هو يعني مو عم يخدعني وبس، لا هو واحد بده يتسلى، عرفت؟ يتسلى نعم. وانا شفت انه لا انا مو هالشخص اللي المفروض يتسوى معه هيك. برافو. فلما حكى معي حكيت معه اللي فيه نصيب. حكيت معه اللي فيه نصيب يعني، قلت له لا انت واحد كذاب وهيك. بهدلتيه فينا نقول. بهدلته. ايه انا ما بدي اقول مشان هو هون يعني. ايه. بس رجع انه سامحيني وما سامحيني وهالقصص وخلاص. قلت له انا ما خرج، بلش انه يغار غيره غير مبرره يعني. انه لا ليش عم تحكي مع هذا، ليش ما بعرف شو. فصار بيناتنا مشاكل كثير، سبب لي حتى مشاكل بشغلي يعني. من غيرته. ايه يعني لانه فهمت انا من رسالته انه بغار يعني كان بده يمتلكك. ايه بس يعني هالشيء بالموافقه بين الطرفين يعني. بس زاد فوق فوق الحد انه سبب مشاكل يعني. نعم. وانا لا ما بحب هيك. ايه شو خدعك بغير قصه اهله؟ هل في شيء ثاني؟ شغلات كثير، انه مستوى المادي، انه ما بعرف شو رح ساوي عرفت؟ واكتشف انه هو حاكي هيك لعالم كثير يعني بنات؟ ايه بنات مثلك يعني. انه ايه قالوا وحده مثلا قالت لي انه ايه بكر، لا هذا بكر عادي يعني كان متقدم لي من قبل. وعد غيرك بالزواج. ايه انه هذا اللي انا عرفته من العالم يعني. صحيح. بأنستي انت خلص خفتي. ايه مو قصه خوف، انه انا بكل حالات يعني كنت عم فكر. وهو اخذ الموضوع بشكل انه احتوائي، خلص انت عم تفكري معناتها انك موافقه انك نحن سوا نحن. انت ما اعطيتيه جواب. بلش انه بس ما اعطيتيه كلام رسمي. انه جواب رسمي. انا كنت قلت له طيب اوكي خلينا بس انه نشوف انه نتفق مع بعض او لا. بعدين اكتشفت هالاكتشافات العظيمه من قبل اي شيء يعني. بالعاده الوحده بتكتشف بعد الزواج كل المصايب، بس هو ما شاء الله عليه مصايبه ولا. اكتشفتيها قبل؟ لك يا بكر؟ انا ما اعرف ايش اكتشفت رايح واعد كذا بنت بتقول لهم انه انا بتزوجكم وراح اجيب لكم اهلي من العراق لا ولو؟ لا مستحيل. بس هي الكلام اللي وصلها اللي غلط، اللي هي فاهمه وجهه نظر الناس ان هي صح وانا غلط. طيب صح. هلا اني جاي تقول لها كلام يا بكر. نعم. هلا جاي تقول لها لهبه كلام وطلبت بهالرساله ما شاء الله عليك بلغتك الفصحى وطالب يدها وبدك تتزوجها. طيب. بس ما بعرف بدك تحكيها كلام جدي شوي مش لا هي عارفه انه انا عندي طريقه بتعامل معاها انه دائما يكون الجو فرفشه بيننا. فهي حتى لما شافتني ابتسمت، بس هي ابتسمت حقدا ان هي خلاص انه هي واخذه قرار ان هي ما راح تكلمني. يعني احنا يعني حتى في زعلنا ان في قرارات ان انا واخذ قرار ان لازم ترجع لي، وهي واخذه قرار ان هي ما راح تكلمني. طيب. وانا اليوم اطلع من هذا الاستوديو وهي مسامحتني. ضل بيته. طيب بس يمكن تسامحك بس ما بدها ترجع لك. والله لا هي ترجع لي ومسامحتني. انا عارف ان هي ايه الانسانه اللي جواها. يعني انا ما بعرف انت براسك شيء وخلاص انه هذا هو العالم. اي طبعا انا عندي قرار وعندي ثقه بنفسي وشايف نفسي ان انا صح. مهضوم؟ بتلاقيه مهضوم؟ ها كثير. مهضوم كثير؟ بيضحك. طيب احكي معه. بدك يعني سامحك على شو؟ طيب انت لازم تسامحي. عاجزه عن الحكي بصراحه. انت شوفي، انت الكلام اللي وصل لك غلط،
ايه انا متابعك عشان انا رايدك، وانت عارفه ان انا بتابعك لهذا الشيء. اوكي، بس ولا انا كنت قلت لك بسألك. انه خلاص يعني كل واحد كل شيء اسمه نصيب. ماشي، بس هذا سعي مني، انه انا في شيء عايز اوصله، إنه لازم اسعي عشان يعني اوصل هو للهدف اللي مجرد أريده. انه انت بتسعى، نعم. انت بس عم تسعى. لا بس انا ان شاء الله اوصل. وانت حتسامحيني اكيد، يعني انت مو بهالقساوه. أنا طيب متأكد. يعني خلال هالفترة يا بكر، يعني ليش ما فكرت انه ترتبط بحدا تاني؟ لا هو هذا الشيء يعني يعني شوفي احنا مو كل علي الكلام- صوتك. مو كل الكلام احنا هنتكلم فيه هنا في الاستوديو، يعني اكيد بعد ما نخلص هنتكلم ولما نروح سوا مع بعض، صح؟ لا ما رح نروح سوا مع بعض، نعم. ما رح نروح سوا مع بعض يعني ما بعرف، انت اخذ الموضوع بالمزاح لا احنا بس لا مش إذا مزح، بنحكي- لا اسمحوا لي، مش اذا مزح. بنحكي عن جد بلاش لا. يطلع الرجال. ابتسامة. مش مزح، في مصير يعني جاي. في عندك غايتين من مجيئك الى هون، اولا انك تقول لها تسامحني وتعذرك، وثانيا اذا قدرت واذا هي حابه ترجعوا لبعض وعندك مشروع زواج. بقى خلينا نبدا خطوه خطوه. طيب اول خطوه بدها تسامحك، بتسامحيه على اللي تصرفوا معك، يمكن ما ضايقتي. بسامح كذاب، ما بسامح كذاب. ما بتسامحي كذاب، تعتبريه كذاب. ايه كذب عليكي بس بقصه اهله يعني. خدعني، مو كذب علي وبس، هي هو كان عم يمارس خديعة علي، وانا كله انه حدا يستهين فيني او يستهين بذكائي، او انه هي شغله كثير حساسه يعني. كثير من الشباب هلا عم ياخذوا انه اوكي انا بحبك بدي اخطبك، فبيجي يخطبني من دون اهله وكانه عرض لانه يصاحبني بس بشكل شيك يعني. لا انا ما كان هذا. فلا انا هالمبدا بالنسبه لي مرفوض. قلت له، سالته اول هذا شيء طبيعي، برافو عليك. اهلك لازم يعرفوا. قال لي ايه اهلي هون. اذا هو يعني كذب. كأن بديت غلط العلاقة. ايه بدي غلط من أساسها يعني. هو يعني بدأها، وفي سوء هو تفاهم، بدأها. هو مبنية بدأها. على سوء تفاهم. هو معتبر إنه بتحبيه وكذا، وأنت لا، أنت عم بتشغلي عقلك أكثر. لا هي مجرد ان هي متسرعه شويه باتخاذ القرار. هي متسرعة. متسرعة أنت ما بالحكم. تسرعت يعني بالأول. لا انا في الاول انا كان هدفي واضح، انه انا مثلا داخل كان هدفي واضح، بس هي متسرعه بالرد. يعني مثلا هي ممكن تكون نادمه، يعني حسب ما وصل لها فكره علي، يعني انه انا بهاي البشاعه يعني. ممكن يكون لها يعني ممكن تكون نادمه عشان قالت انا اوكي انا موافقه بالاول بس خلي اهلك يجوا. هي هسه ممكن تكون نادمه على هذا الشيء، بس هو ماكو اي داعي للندم، انه انا مو الانسان ممكن الكذاب. تكون نادمة، يا حا موجودة، اسألها نادمة أنت شيء؟ نادمة على شو؟ عشو؟ نادمه ان انت قلتي لي ان انت موافقه في الاول، يعني هذا اول شيء من القرارات اللي انت تسرعتي فيها. طيب هو صح كان من صالحي بس انت سرعتي فيها، بس ما اعطيتيني فرصه انه بمرور بالايام راح اقول لك يابا في وضع في العراق انه اهلي ما راح يجون هسه، راح يجون اي مرور ايام انه نضل مثلا شي سنه سنتين متصاحبين بعدين تقول لي على فكره. حتى الانسان لما يبتدي يزحف وبعدين يوقف وبعدين يمشي، يعني يعني في مراحل في الموضوع. طيب هيدا الموضوع تقلكم شغله. هلا رح نضلنا بجدل بيزنطي بسموه، هيدا ما بيوصلنا لنتيجه، كل واحد من ميل. انا بعتقد العلاقه كلها مبلشه غلط. انت كان عندك افكار بكر، افكار تانية هي مش وارده عندها. بتصور يعني هبه عقلها طاغي على قلبها، يعني ما كان عندها مشاعر، يعني فكرت بالموضوع مش هيك؟ يمكن استلطاف، بس انه ما كان في حب، ما هيك؟ لا هلا اجى هالشاب، اجى امام الملايين، اجى يعتذر منك ويحاول محاوله يمكن اخيره يسترجعك بعد سنه من القطيعه. بتحبي تعذري؟ قولي له عذرتك. بقى ما بدك ترجعي له، ما بدك، قولي له انا لا مني. هذه قصه تتعلق بمستقبلك بمصيرك، نحن جميعا هون ما فينا نتدخل، هذه حياتك انت، بقى بتقرري حياتك وانا بكون سعيد بالقرار اللي انت بتاخديه. طيب شوف يا بكر، انا بحترمك وما بدي انك تاخذ حكي بشكل مختلف. هلا عم اقول لك من قبل ما احكي بحترمك وبعزك وانت انسان كتير محترم، لكن انا ما بحب حدا يتجاوز حدوده معي. كل انسان انت بتعرف هالشي منيح، ان انا بحط له حدود. انت اجت فتره تخطيت هالحدود، تمام، وانا ما بسمح بهالشي.
بالنسبة لقصة إنه نرجع أو هيك، هاي القصة مرفوضة بالنسبة لي. هاي القصة مرفوضة بالنسبة لي. مرفوضة بالنسبة لك، فإذا خلص هذا جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي. هاي القصة يا بكر ما تبخزنا، مرفوضة. أنا بدي أتشكرك. تسلم. بتشكرك على مجيئك وعلى قبولك هذه الدعوة، ونورتينا بهالاستوديو بجمالك وبحضورك، والله يوفقك بمهنتك، ويلا دايما خليكي هيك. اوكي، وسلمينا على الاهل جميعا هون وبسوريا. الله يسلمك. اوكي باي باي. تفضل. بكر، هاي رسالتك خليها معك، خليك قاعد. بكر، يعني أول شيء بدي أشكرك إنك وثقت بهالبرنامج، وثقت فينا وجيت وحاولت مع هذه الفتاة. أنا سمعت الروايتين، خلاص يعني ما فيك بدك تغصب الإنسان إنه يقتنع، منا مقتنعة. هلا بالمستقبل شو بيصير انتم بعلاقاتكم بالحياة، هذا موضوع آخر. بتتابع، بتحب تضلك مغروم متيم وبتكتب قصايد وشعر وبتشوف بتتابع لها أخبارها، هيدا شغلك. بس حاولنا، واكثر من هيك ما فينا نضغط، ما فيني اضغط لحتى امنعها انه لا، خلص انتهينا هون. هالستار ما انفتح، انما بضل في ستارات كثيره بالحياه قادر تفتحها. اوكي، بتشكرك. الله يخليك. بدنا نودعك بتحيه.